يلا بينا نعمل احلى كيكه شوكولاته سريعه جدا وسهله بثلاث بيضات بس. شايفين بقى شكلها بيبقى حلو جدا، تتاكل كده تحطي عليها شويه كده من صوص الشوكولاته. هي بصراحه في كل احوالها خطيره، طريه وهشه وناجحه جدا. عايزه اقول لكم بقطعها وهي سخنه وبرده ما بتفرولش. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، لايك وشيروا للفيديو ويلا بينا نسمي الله ونبدا بالطريقه. اول حاجه كده هنحط 3 بيضات زي ما انت شايفه كده بالشكل ده، البيض بحراره الغرفه. هنزل عليهم كده بمعلقه صغيره من الفانيليا، لو في فانيليا سايله فانيليا بودر زي ما تحبي. معلقه كمان من الخل. الخل احنا اتفقنا بقى بيشيل لو في زفاره للبيض، وكمان بيخلي الكيك هش اكتر. خطيره. اضربي بقى البيض بقلب المضرب كده او في الخلاط. كيكه سهله جدا، هتعمليها بالفانيليا هتعمليها بالشوكليت، كل احوالها تحفه. بنزل عليها بكوبايه سكر تدريجي كده، وبنفس المج كمان بنعاير منه كوبايه من الزيت. يبقى كوبايه سكر وكوبايه زيت انا بحط عليهم على 3 بيضات. كيكه يعني موفره وحلوه وجميله كده وسهله وبسيطه. بس ضربناهم كويس، نفس بقى الكوبايه كده كوبايه زيت. هنضرب الخليط. هنا بقى كان معايا على جنب كوبايتين ونص من الدقيق. كوبايتين ونص من الدقيق هنزل عليهم كده برشه ملح صغيره خالص، وهنزل عليهم بمعلقه كده مليانه من البيكنج باودر او باكت يعني من البيكنج باودر. وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من الكاكاو. انا حطيت 3 معالق صغيرين على حسب طبعا ايه نوع الكاكاو بتاعك. وحطيت انا رشه صغيره كده من اي قهوه سريعه الذوبان، بتفرق قوي يعني، بتديكي طعم الشوكليت كده حلو في الكيك، بتبقى طعمها حلو. بنزل بالخليط ده وبس بقى. هنزل عليهم بكوبايه من الميه المغليه. كل اللي هيجربها بالميه المغليه صدقوني احلى واطعم من اللبن بكتير، وبتديكي نتيجه هايله. ممكن كمان تحطي لبن مغلي زي ما تحبي، بس هي يعني، وممكن كمان احلى. القالب بتاعنا اي قالب او صينيه عادي، انا بحط لها كده مسحه من الزيت ورشه من الدقيق، وبظبط كده القالب بتاعي بغلفه كويس عشان اما اقلبها بقى تطلع معايا بسهوله. لو هتعمليها حتى في صينيه عادي بخبط طبعا الصينيه خبطتين كده عشان تتاكدي ان مفيش اي هواء والفراغات خرجت. في الوقت ده طبعا ببقى مولعه الفرن على درجه حراره 180. هي دخلت الفرن معايا، انا ما فتحتش الفرن قبل 25 دقيقه، من 25 دقيقه ل 30 دقيقه على حسب الفرن عندك. هنا بقى الصوص هنعمل صوص اقتصادي كده حلو قوي. هنزل عليه بنص كوبايه طبعا من الكاكاو الخام، ونص كوبايه من السكر البودر، ونص كوبايه من اللبن، وعليهم رشه من القهوه سريعه الذوبان. وحطيت عليهم كمان ايه هنا كده معلقتين من اللبن البودر، بيعزز طعمه وبيخلي طعمه حلو قوي. تقدري عايزه تحطي مكعب شوكولاته تسيحيه، عايزه تسيحي شوكليت على طول كده وتزيني بيها. شايفين بقى الطروه طريه جدا، انا مش قادره اقول لكم يعني عامله زي القطن. ممكن طبعا ناكلها كده، وممكن شويه من الصوص او شويه من الشوكليت تسيحيها كده في الميكرويف، تحفه. انا هقطعها وهي سخنه، وكمان مش هتفرول. كيك ناجح جدا من اول مره، بس انت الافضل يعني تسيبي الكيك تبرد عشان تعرفي تقطعيها. ما تنسوش بقى اللايك، تتفرجوا على الفيديو وما تنسوش اللايك للفيديو. ولو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي شكرا جدا، مكمله الفيديو للاخر. وعايزينك بقى تعملي اشتراك في القناه وتفعلي جرس التنبيه. شايفين هنا عامله ازاي كيك قوامه يجنن. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. شايفه الكيك طري ازاي؟ انا مش ممكن اوصف لك طراوه الكيك يعني، بتهيالي بيتحدث عن نفسه، شكله حلو جدا. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وباي باي.